حكايتنا النهاردة عن شاب اسمه هيثم كان عنده 25 سنة. شاب عادي زي أي شاب في سنه، بيشتغل في شركة صغيرة في مصر الجديدة. كل يوم نفس الروتين، بيصحى يشرب قهوة، يركب المترو، يروح الشغل، يرجع البيت تعبان. حياته ما كانش فيها أي حاجة مختلفة عن أي حد في سنه. كان يوم خميس، هيثم كان راجع من الشغل واقف في محطة المترو مستني المترو يوصل، والدنيا كانت زحمة لدرجة تخنق، والناس كده لازقة في بعضها. فجأة حس حد بيتكلم معاه، صوت كده بيندهله: انت هيثم صح؟ هيثم بص كده يمين وشمال، ملقاش حد، فقال لنفسه ده اكيد حد بينده على حد تاني نفس الاسم. المترو وصل وهو ركب وطلع موبايله عشان يتسلى شوية في الطريق، لا اشعار ظاهر له كده على الشاشة: تطبيق جديد تم تحميله تلقائيا. هيثم استغرب: ايه الهبل ده، انا ما حملتش حاجة، جه منين التطبيق ده؟ فتح التطبيق عشان يشوف ايه الحكاية، لقى واجهة بسيطة جدا فيها مربع النص كده مكتوب عليه: اكتب امنيتك وهتتحقق خلال 24 ساعة. هيثم ضحك بصوت عالي واستغرب جدا اللي بيتقال، لدرجة ان الناس حواليه في المترو استغربوا اما لقوه بيضحك كده. قرر يجرب، قال الموضوع كله هزار. كتب في الخانة الفاضية: عايز فلوس كتير، وضغط على ارسال الامنية. ظهرت له رسالة مكتوب فيها: تم استلام امنيتك، الثمن سيتم خصمه قريبا. بينه وبين نفسه بيقول: تمن ايه ده، اكيد نصب. في الاخر قرر يحذف التطبيق ونسي الموضوع خالص. تاني يوم الصبح، هيثم كان لسه نايم لما موبايله رن. الو هيثم، انا عمك صابر. فهو استغرب: خير يا عم صابر، في ايه؟ لقاه بيتصل الصبح بدري كده، اتخض: عمك محمود. تعيش انت. سكتة قلبية مفاجأة. حس بدوخة كده من حواليه. عمو محمود كان احب الناس ليه، وكانت صحته كويسة، مكانش بيعاني من اي امراض. راح الدفنة والجنازة وهو مش مصدق لحد دلوقتي. بعد الدفن عمو صابر قال له: يا هيثم، عمك محمود كان بيحبك وساب لك حاجة، كان دايما بيقول انك زي ابنه. واداله شيك بمبلغ 500,000 جنيه. هيثم خد الشيك وهو مش مصدق اصلا ان عمه توفى، ومش مصدق ان حصل كل ده، وربط الاحداث ببعض. هل هي دي الفلوس اللي انا اتمنيتها؟ لما رجع البيت لقى موبايله فيه اشعار من التطبيق، مع انه متأكد انه حذف التطبيق نهائي. مكتوب في الاشعار: تهانينا، تم تحقيق امنيتك، هل تريد امنية اخرى؟ هيثم اتجمد في مكانه. لا اكيد دي مجرد صدفة، اكيد يعني مفيش حاجة اسمها تطبيق بيحقق الامنيات. بس فضوله كان اقوى منه. كتب امنية تانية: عايز اكون مشهور. خلال يومين، هيثم ماشي في شارع التحرير راجع من البنك بعد ما صرف شيك عمه، لما فجأة سمع صوت ضحك واصوات عالية وراه: هو ده هو ده هو ده اللي في الفيديو. هيثم قعد يبص حواليه كده، لقى مجموعة من الشباب بيبصوا له وبيضحكوا عليه. واحد منهم مسك موبايله وبدأ يصور: هيثم المجنون اهو، بقى مشهور على الفيسبوك. هيثم ما فهمش ايه الحكايه، فتح النت بسرعه وقعد يدور، ولقى فيديو ليه هو بيتصرف تصرفات محرجه في الشارع، بيرقص رقص غريب وبيعكس البنات وبيتكلم كلام مش مفهوم. والفيديو انتشر بسرعه جدا، تعليقات بالالاف، وكله عمال يضحك عليه. بس ازاي؟ هو ما كانش يفتكر انه عمل كده خالص اصلا. رجع البيت لقى رساله على التطبيق: تهانينا، اصبحت مشهور، الان يعرفك الالاف، هل تريد امنيه اخرى؟ هيثم بدأ يترعش، مش طبيعي أبدا اللي بيحصل له ده. حاول يحذف التطبيق تاني، بس هو مش موجود على الموبايل أصلا، إزاي بيبعت له الحاجات دي؟ راح على الإعدادات، ما لقاهوش في أي قائمة، بس لقاه كل شوية يظهر له على الشاشة الرئيسية. خاف يستخدمه تاني بصراحة، بس شيء جوه كان بيخليه يفتح التطبيق غصب عنه. الأسبوع اللي بعده، هيثم قرر يتمنى حاجة أحسن، حاجة مفيش ليها ضرر. كتب: عايز البنت اللي بيحبها تحبه. كان بيحب زميلته في الشغل سلمى من زمان قوي، بس هي ما كانتش مهتمة خالص. تاني يوم سلمى جت عليه في الشغل وقالت له: هيثم، عارف انا من امبارح مش عارفه اخرجك من دماغي، وعمال افكر فيك طول الوقت، حاسه اني فعلا بحبك. هيثم ما صدقش نفسه، ده فعلا الاحلام بتتحقق. بداوا يخرجوا سوا وحس ان دي احلى ايام حياته. سلمى كانت بتتصل بيه كل شويه، بتقول انها مش قادره تعيش من غيره، وبتبعت له رسائل حب طول الليل والنهار. بس بعد اسبوع، هيثم لاحظ ان سلمى بقت غريبه، عينيها مختلفه، بتبصله بطريقه مرعبه كده، زي ما تكون مسحورة. وفي مرة كانوا مع بعض قاعدين، سلمى قالت له وهي بتبصله بنظرة غريبة: هيثم، أنا كان في حد تاني في حياتي اسمه كريم، بس من أسبوع ما بقتش أفتكره خالص، ما بقتش أفتكر أهلي حتى، ولا اسمي الحقيقي، ولا أي حاجة. أنا ما بفكرش غير فيكوا بس، أنت كل حاجة في حياتي. بصراحة هيثم مش عارف يتبسط من الكلام ده ولا يترعب. هو إيه اللي بيحصل ده؟ سلمى، أنت إيه اللي بتقوليه ده؟
قالت له انا مش عارفة، بس حاسة ان في حد جوايا، حد جوا دماغي بيتحكم فيا بيخليني احبك غصب عني. بعدها بيوم هيثم لقى سلمى في الشغل، بس شكلها كان مرعب. عينيها لونها احمر كده ووشها شاحب. كانت بتتكلم مع نفسها بصوت غريب، عمالة تقول لازم احبه، لازم احبه، لازم احبه. بصراحة هيثم خاف منها قوي. اخر مرة شافها كانت بتعيط وبتضرب نفسها وعمالة تخبط راسها في الحيطة وبتقول عايزة افتكر، عايزة افتكر انا مين. من الليلة دي سلمى ما جاتش الشغل تاني، ولما هيثم سأل عنها قالوا له انها دخلت مستشفى الصحة النفسية. هيثم رجع البيت وهو خايف لدرجة انه مش قادر يقف على رجليه. فتح التطبيق لقى رسالة: تهانينا، الفتاة التي تحبها تحبك الآن حبا أعمى مطلقا أبديا. ثمن هذه الأمنية ذاكرتها وعقلها. هل تريد أمنية أخرى؟ هيثم رمى الموبايل في الحيطة. بعد كده مسك الموبايل تاني لقى التطبيق لسه شغال. حاول يتصل بخدمة العملاء، راح لمحلات موبايلات للصيانة، كله بيقول له إن التطبيق مش موجود أساسا. بتتكلم على إيه؟ مفيش أي تطبيقات شايفينها. ومن الليلة دي هيثم مقدرش ينام. كان قاعد بيفكر في عمه محمود وفي سلمى، كل اللي كان بيحصل له. فجأة الموبايل نور لوحده والتطبيق فتح، ولقى رسالة مكتوب فيها: مرحبا هيثم، أعجبتك الأمنيات الثلاث المجانية؟ الآن يتوجب عليك دفع الثمن الحقيقي. هيثم مش قادر ياخد نفسه. تمن؟ تمن إيه؟ ظهرت رسالة تانية: لقد استمتعت بما حصلت عليه، الآن حان دورك لتعطي أمنية أخيرة. اكتب: أريد أن أموت. هيثم رمى الموبايل. مستحيل، مش هكتب أنا الكلام ده. بس الموبايل ابتدى يرن بصوت عالي ومرعب، صوت زي صراخ. الأضواء في البيت كله ابتدت تنور وتطفي لوحدها، والباب ابتدى يقفل ويفتح بقوة. هيثم جري للباب لقى مقفول ومفيش طريقة يفتحه. رجع للموبايل اللي كان على الأرض، شاشته مولعة بنور أحمر والكلمات بتظهر لوحدها: اكتب أمنيتك الأخيرة أو سنأخذها منك بالقوة. هيثم فضل يصرخ ويعيط: أنا آسف، أنا آسف، ما كنتش أعرف، سامحوني. بس الصراخ في الموبايل زاد، وكل حاجة بتتحرك لوحدها والحيطان بقى فيها أصوات خبط مرعبة. فجأة هيثم لقى إيده بتتحرك لوحدها ناحية الموبايل، حد بيتحكم فيه وهو عمال يقول لأ، لأ. بس صوابعه مسكت الموبايل وكتبت: أريد أن أموت. في تاني يوم جيران هيثم بيحكوا إن هما سمعوا صراخ طول الليل، ولما الشرطة جت لقيته ميت في البيت والموبايل جنبه. التقرير الطبي قال: نوبة قلبية مفاجئة، زيه زي ما عمه توفى بالظبط. بس اللي كان غريب إن كل الجيران قالوا إنهم سمعوا صوت هيثم بيتكلم مع حد طول الليل، وآخر جملة سمعوها منه كانت: أنا آسف، ما كنتش أعرف. لما خدوا الموبايل كدليل، ضابط الشرطة شاف تطبيق غريب، فتحه من فضوله. ظهرت رسالة مكتوب عليها: مرحبا، هل لديك أمنية؟ الضابط ضحك واستغرب، فكتب: أتمنى أحصل على ترقية. ومن بعديها الضابط ده حياته مش مظبوطة. بس لسه الحكاية ما خلصتش، لأن التطبيق ده لسه موجود، بينتقل من موبايل لموبايل، بيدور على ضحايا جداد. يمكن يكون على موبايلك دلوقتي أو حملته بالغلط. دور كده وشوف، وافتكر كويس، مفيش حاجة اسمها أمنية مجانية. كل حاجة ليها تمن، وأحيانا التمن يكون أغلى من اللي انت متخيله. فلو لقيت التطبيق ده في موبايلك خليك عاقل وما تفتحوش، لأن أول ما تكتب أمنيتك الأولى مفيش حد هيقدر يساعدك. والسؤال الأهم: انت متأكد انك ما فتحتش تطبيق غريب اونلاين؟ افتكر كويس، لأن الدارك ويب مليان والإغراءات شديدة، اوعى تلجأ ليها. سلام.